ازاي تتمرن بولينج في الجيم؟ ما تستغربش، البولينج رياضه فعلا في العصر الحديث، بقى لها قوانين رسميه واتحادات دوليه، بتتلعب في بطولات محليه ودوليه، واصلها بيرجع لاكتر من 5000 سنه، لغايه ما ظهرت النسخه الحديثه اللي فيها 10 بينز. تعال اقول لك انت محتاج تشتغل على ايه علشان تبقى لاعب بولينج محترف. رقم واحد، توافق العصب العضلي، زي تمارين البول ثرو وانك تمسك الكره بايد واحده مع تغيير اتجاهها. تمارين الشادو بولينج، زي انك تعمل حركه الرمي كامله من غير الكوره وتركز على التكنيك. تاني حاجه البالانس، التوازن، زي تمارين سنجل ليج رومانيان ديد ليفت، وده بتستخدم فيه ايد واحده ورجل واحده عشان تحسن التوازن، او انك تقف على رجل واحده وتغمض عينك لمده 30 ل 60 ثانيه، وده بيحسن لك التوازن. تالت حاجه الدقه، زي انك تحدد نقطه على الحيطه وترمي عليها كوره وتكرر ده من 20 ل 30 مره، ده هيحسن لك الدقه. رابع حاجه واهم حاجه القوه، ولازم تهتم انك تقوي القبضه بتاعتك والساعد وكل عضلات الكتف والدراع. وطبعا ما ننساش المرونه، لان في البولينج حركه الكتف بتبقى ليها مدى حركي واسع، فلازم تتعود انك تتمرن في المدى الحركي ده. وطبعا الرشاقه، زي تمارين اللادر دريلز واللي ليها انواع كتير من التمارين، التحمل العام، وانك تقدر تستحمل المجهود لفتره طويله. بس كده ركز على العناصر دي واضمن لك انك هتكون لاعب بولينج محترف. والفيديو ده كان من فكره كومنت اتعمل لي على فيديو، وقول لي حابب اتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي، ولو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.